كانت في كلمة زمان بيقولها المصريين يعني من 1000 سنة، هي دلوقتي ما بقتش تتقال كتير، لكن كانت كلمة على طول بتعبر عن الصدمة أو المفاجأة، وهي طبعا كلمة يا خراشي. هنعرف الكلمة إيه أصلها وجت منين وإيه هو مصدر الكلمة. كلمة خراشي كان الإنسان المصري يعني من 1000 سنة كان بيقولها لما يكون مصدوم أو يكون في مشكلة أو يكون في خناقة أو خلاف. فطبعا الكلمة كانت متداولة خصوصا في قرية أبو خراش بالبحيرة لبداية انتشار الكلمة. وطبعا كان الناس بيضطروا يعني يروحوا أو يلجأوا لحد ينصف ما بينهم، وكان موجود في القرية ديت شيخ اسمه محمد ابن عبد الله. الشيخ دوت هو يعتبر طبعا هو بعد كده اصبح اول شيخ لمشيخة الازهر. وهو طبعا امام وراجل يعني راجل ديني كبير. يعني الراجل ده كان بيفصل وكان بين الظالم والمظلوم، وكان بيدي كل واحد حقه والناس كلها كانت بترضى بيه. الشيخ محمد الخرشي ولد عام 1601 ميلاديا، عام 1010 هجريا بقرية أبو خراش بالبحيرة. وزي ما قلنا طبعا هو اتسمى بالخرشي أو الخراش طبعا نسبة للقرية. زي ما قلنا عن الإمام محمد الخرشي إن هو راجل كان عفيف اللسان، وزي ما بيقولوا كده كلامه حلو، وكان بيقف مع المظلوم. وطبعا وكان برضو كان الناس بتروح له عشان يكون يعني ينصف ما بين الناس. يعني راجل كان بيدي كل واحد حقه. وتولى الإمام محمد الخراشي مشيخة الأزهر عام 1679، وطبعا كان عمره ساعتها 80 سنة، وفضل ماسك الحكم 190. وطبعا كان وقتها عمره 90 سنة، وتوفى في نفس السنة. يعني هو انتهت ولايته أو انتهت رئاسته لمشيخة الأزهر يوم وفاته. وطبعا تم دفنه بمقابر المجاورين مع والده بمنطقة الدراسة. يبقى انتهينا من قصة يا خراشي، وعرفنا ايه هي معنى كلمة يا خراشي وجت منين ومصدر الاسم وليه المصريين كانوا بيستخدموها. شكرا.